لما بنطبخ الرز والخضار بنعمل معاهم اللحمة مسلوقة أو جوه الخضار أو متحمرة. ايه رأيكم بقى لو خدنا اللحمة المسلوقة دي وعملناها الطاجن العظمة ده؟ حاجة يعني نتيجة رهيبة وطعم فظيع. كمان اللحمة دايبة جدا وبأي كمية لحمة نقدر نعمله. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. نسيت اقول لكم انا هالة. يا ريت تكملوا الفيديو للاخر هيعجبكم وتعملوا لايك وشير، ولو ما كملتوش الفيديو للاخر وما عملتوش لايك وشير فانتوا الخسرانين. يلا بينا. طبعا احنا متفقين ان اللحمه بتاعتنا مسلوقه. دي اللحمه بتاعتي بعد ما اتسلقت. هجيب بقى كميه من البصل، انا هنا مستخدمه بصلتين كبار مقطعاهم شرايح زي ما انتم شايفين كده. هحط عليهم شويه من الملح. لو عندي بصل ابيض للوصفه دي هيبقى افضل، طبعا انا ما كانش عندي غير البصل الاحمر فاستخدمته. وشويه من الفلفل الاسود. يبقى انا حطيت شويه من الملح بتاعي وشويه فلفل اسود. وكمان هحط معلقتين كبار من السمنه. بصوا مش هحط اي توابل تانية، هكتفي بس بالفلفل الاسود والملح والسمنه بتاعتي. هبتدي بقى اخد البصل بتاعي ده هدعكه كويس جدا في السمنه والملح والفلفل الاسود لحد ما البصل يطرى معايا، يدبل بمعنى اصح يعني. هفضل ادعكه شويه كده. هنا البصل طعمه وريحته بيتغيروا تماما، زي ما انتم شايفين كده بقى بالمنظر ده دبل خالص. هبتدي بقى اجيب اللحمه بتاعتي. نخلي بالنا بس واحنا بنسلقها ما نخليهاش يعني سوا كامل، نخليها 3/4 سوا عشان تستحمل معايا. تستحمل معايا التقليب بس مع البصل يعني هقلبها كويس جدا مع البصل. عايزاها تاخد من طعم البصل قبل ما تدخل الطاجن. خلاص كده تمام. هبتدي اجيب الطاجن بتاعي بقى ومش هدهنه اي حاجه. هبتدي انزل بيه بمقدار اللحمه بالبصل بتاعي. زي ما انتم شايفين انا استخدمت 4 حتت لحمه بس. طبعا انتوا سالقين اي كميه لحمه حابين تعملوها اعملوها. زي ما قلت لكم كده بنزهق من اللحمه المسلوقه او اللحمه في الطبيخ فبنعمله بالشكل ده. بيبقى نتيجه حلوه جدا وطعمه مميز قوي. هحاول بس اغطي البصل، اللحمه بالبصل، يعني هخلي البصل فوق اللحمه واللحمه تحت. اللحمه معاها بصل من تحت بس البصل من فوق مغطي، يعني هو اللي مسيطر على اللحمه من الاخر. هجيب بقى كوبايه كبيره من الشوربه، شوربه اللحمه اللي انا سلقاها، وهبتدي اشرب فيها الطاجن بتاعي. كوبايه كبيره او كبشتين كبار من الشوربه. انا حسيت كده ان الشوربه يعني ملت الطاجن، بقت مغطيه. هبتدي بقى اجيب ورقه من الفويل، ورقه من الفويل كده بقى، وهبتدي انا بحط ورقتين على بعض يعني عادي لو حطينا ورقه، وهبتدي اقفل الطاجن كويس جدا. في الوقت ده طبعا انا مشغله الفرن عشان عايزاه يبقى سخن معايا، يعني ما ادخلش الطاجن عليه وهو بارد. هغلف الطاجن كويس جدا واحط الطاجن على الرف الوسطاني على درجه حراره في الفرن عاليه. نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير. وهنا طبعا احنا عارفين اللحمه مستويه، بس انا عايزه الشوربه تعملي صوص كده شويه وتسوي لي البصل. زي ما انتم شايفين كده الطاجن قعد معايا بالظبط نص ساعه وكان بالجمال ده. عايزه اقول لكم ان البصل بقى هنا بيبقى طعمه حلو قوي يعني. لازم تجربوها بجد، طعمه مميز كده، طعم جديد ما شفناهوش قبل كده. كمان الصوص اللي حواليه آه، جديد برضو، يعني مش اللي هو الصوص اللي متعودين عليه في الطواجن، لا حاجه جديده. بصوا اللحمه بتبقى مهريه طبعا لان هي كملت سواها في الفرن. احاول امسك لكم حته كده واوريكم. كانت سخنه جدا طبعا. زي ما انتم شايفين بقى البصل ده رهيب. ممكن نغمسه بالعيش ناكله على الرز مثلا مع الخضار زي ما احنا حابين. بكده نكون عملنا طاجن حلو جدا، طعمه حلو قوي وباسهل طريقه ومن غير كمان وقت. ما تنسوش بقى اللايك والشير اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو. مع السلامه.